في رحلات ما بتبدأش لما تحجز تذكرة، في رحلات بتبدأ لما قلبك يصرخ كفاية. أنا مالك، واللي هحكيه دلوقتي مش قصة واحدة ست بتحب الأكل أو بتدور على الحب، دي واحدة كانت بتدور على نفسها وسط الدنيا اللي نسيتها. ودي حكاية من كتاب Eat, Pray, Love تأليف إليزابيث جيلبرت، هنا في بوك بايتس بالعربي. إليزابيث كانت ست في الثلاثينات، متجوزة، ناجحة في شغلها، بس مش سعيدة. كل يوم كانت تصحى تبص في المراية وتقول دي مش أنا. كانت بتضحك وهي مكسورة، بتتكلم وهي مش سامعة نفسها. كانت تايهة وسط حياة شكلها حلو بس طعمها ناقص. قررت تغير، مش شغل ولا بيت ولا حتى جواز، قررت تغير كل حاجة. قدمت على طلاق، باعت اللي تقدر عليه وسابت كل حاجة وراها. حجزت 3 وجهات، إيطاليا، الهند، بالي، مش علشان تزود استمبات على الباسبور، لأ، علشان كل بلد فيهم كان هيعلمها حاجة هي محتاجاها. الرحلة بدأت في روما. أول درس، تاكل من غير تأنيب ضمير، تاكل علشان تفتكر إن جسمها مش عدوها، تاكل علشان تحس إنها عايشة. كانت بتتمشى في الشوارع، تاكل بيتزا، جيلاتي، وتضحك وتحاول تسمع نفسها وسط الزحمة. دخلت مطاعم لوحدها، سمعت ناس بيضحكوا وما اهتمتش. كانت أول مرة تحس إنها بتاخد قرار علشان نفسها. وفي لحظة قالت أنا مش محتاجة حد يكملني، أنا بحاول أرجع اللي ضاع مني. بعدها راحت الهند. السكوت، الصلاة، الجو الروحي اللي يخليك تبص جواك وتترعب. قعدت في دير، تصحى 4 الفجر، تتأمل وتحارب صوت جواها بيقول انت فاضية وخايفة. قابلت ناس من كل الدنيا، ناس بتدور على ربنا، وناس بتدور على نفسها، وناس مش عارفة بتدور على ايه، بس كلهم كانوا ساكتين لأنهم عارفين إن الجواب مش بره. وهناك عيطت وكتبت وسمعت نفسها لأول مرة من غير فلاتر. ولما حست إنها خفت شوية سافرت بالي، جزيرة هادية، ناسها بسيطة والهوا فيها نظيف. قابلت هناك واحد اسمه فيليب، راجل كبير قلبه طيب. اتكلموا وتفسحوا وقلبها بدأ يدق. بس المرة دي إيه؟ كانت جاهزة، مش علشان تحب، علشان تحب من غير ما تضيع نفسها. قابلت ساحر في بالي، قال لها انت عندك طاقة بس تايهة، ورسم لها دايرة، قال لها عيشي في النص، لا تزهقي من الألم ولا تتعلقي بالسعادة. فيليب حبها بس ما شدهاش، ساب لها المساحة، وده اللي خلاها تختار إنها تبقى معاه. رجعت بعدها أمريكا مش مبسوطة لكن هادية. Eat Pray Love مش كتاب عن السفر ولا عن الستات ولا عن الأكل، ده كتاب عن الوحدة وعن الشجاعة إنك تمشي لوحدك لحد ما تلاقي نفسك مستنياكي. أنا مالك، واللي سمعته النهاردة رحلة بصوت ست كانت تايهة ولقت نفسها مش في بلد لكن جواها. ودي واحدة من الحكايات اللي بنقراها علشان نعيش، في بوك بايتس بالعربي. سلام.